السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى أولادي وأخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو، ننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب ونستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندكم يقين وثقة في الله وحده، لا يعلم الغيب إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله انت عندك في أخبار حلوة وعندك انتصارة. انت هتخش في طاقة إيجابية، هيكون في خير ورزق وتفاؤل. يعني الأيام الجاية هيكون في عندك خير ورزق. انت بقالك فترة بتشتغل نفسك، بقالك فترة كبيرة بتعافر وتجاهد عشان توصل للهدف، وفعلا هتوصل لهدفك وهتكمل الحاجة اللي انت كان نفسك فيها. انت من صغر سنك وانت شايل المسؤولية وبتعافر وتجاهد عشان توصل لأحسن حاجة، وفعلا هتوصل لأحسن حاجة، وده بفضل ربنا عليك. وهيكون عندك فيه لم شمل، وهيكون عندك أمور حلوة جدا. بس لازم انت ظالم نفسك بنفسك. في عندك طاقة سلبية، عندك حاجة، انت ما عندكش علاقة عاطفية بتكمل عندك. بس الفترة الجاية هيكون عندك خطوبة، اعلان، فرحة. انت دخلت في علاقات كتيرة جدا ومفيش علاقة كملت. دخلت في علاقة مع برج الحمل وحصل فيها فشل بسبب الأهل اتدخلوا. دخلت علاقة مع برج العذراء كمان، أهل العذراء ما كانوش ناس كويسة، كان بتوع مشاكل، وما كانوش بيحبوا الحاجة الكويسة لحد، أذوك وظلموك رغم ان انت كنت طيب وكويس معاهم. وده اللي تعبك وكسرك، ان انت كويس مع الناس، بس دايما بيجيبوا الغلط عليك. والحق انت هيكون عندك فيه اخبار حلوة الفترة الجاية، رغم ان انت عندك فيه ديون وهتسدها الفترة الجاية بإذن الله، لأن ربنا هيفرج عليك بإذن واحد أحد. انت تفكيرك كمان تفكير رهيب، مش بسهولة بتفكر، ومش بسهولة برضو بتاخد قرار. كان في عندك علاقة مع برج الحمل، هيكون في بينكوا رجوع بينك وبينه، ده بإذن ربنا. بس تحاول ان انت تهدى. في عندك رزق وسعادة جايلك الفترة الجاية، في انفراجة وانطلاقة حلوة بينك وبين حد. في فرق في السن، في ديانة، بينك وبين حد، فرق في العادات في التقاليد، في فروق بينك وبين حد، وانت بتحاول تصلح الامور بكل الطرق. عندك عندك في واحدة ست مش كويسة بتعمل لك سحر بالمشاكل، ودي اخت الشريك، مرات الاخ. السحر ده هو اللي ملخبط حياتك، ما فيهاش الزواطة، وعامل لك مشاكل وعامل لك اذى. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بسم الله ما شاء الله عندك في وظيفة جديدة وهتزود دخلك في الماديات، وهيكون دخلك حلو جدا الفترة الجاية. عندك في بشرة حلوة جدا جدا. في عندك أمنية في حياتك نفسك إنها تتحقق. الأمنية دي يا إما وظيفة يا إما مشروع انطلاقة، رغم إن أنت أعلنت الحرب وطلعت ناس من حياتك، بس بإذن ربنا هيكون عندك في انطلاقة حلوة. عايزاك تبشر بالخير، لأن أنت عندك في ارتباط وعندك في زواج وتحقيق أمنيات كتيرة بإذن الله، وبفضل الدعوات الست الكبيرة اللي دايما بتدعي لك ودايما بتعيط عشانك وعلى حالك. ربنا هينصرك وهينجيك من أي كرب. الناس اللي موجودة في حياتك انت من كتر طيبة قلبك دي تعباك. انت عندك في صدمة انت بتعاني منها،
ودي مأثرة عليك، عاملة لك توتر وشوية مشاكل. بس ما تقلقش، الأذى اللي جه عليك ووقع عليك ده بإذن ربنا، ربنا هيطلعك منه وهينجيك، وانت هتكون منصور وهتقف على الأرض صلبة، ده بفضل ربنا. عندك علاقة مع برج الحوت، ده ظلمك وأذاك رغم ان انت كنت طيب معاه جدا. كمان في عندكوا حد عندك حزين والدموع نزل على الحد، يا اما انت يا حد عندك موجود في حياتك والشخص ده مصدوم صدمة كبيرة، وانتوا شايلين الهم عشانه، وانتوا بتفكروا في اللي هو فيه لان هو مصدوم. عندك كمان حد انت دايما بتحاسبن عليه كتير، الحد ده جه عليك وظلمك، انت وقع عليك ظلم من ناس كتيرة جدا، رغم ان انت طيب مع كل الناس، انت اقرب مليك بياكل فيك وياكله بيقطعه. عندك كان عندك علاقة مع برج العذراء وحصل انفصال بسبب ان انت تعبت واتظلمت. انتوا دايما مظلومين وبتظلموا نفسكوا. عندكوا محكمة انت هتخشوا فيها هتكون فيها الخير، احساسكوا دايما عالي، بس العلاقات عندكوا فيها مشاكل. ما تقلقش، هيكون في استقرار بسبب العيون وبسبب ان انت ما بتخش في علاقة بالأسف بتدي كتير زيادة عن اللزوم. عندك علاقة مع برج العقرب، وبرج العقرب ظلمك، برج العقرب ظلمك وجه عليك وغدر بيك. عندك أهل الشريك مش حابين لك الخير ودايما بيتكلموا عليك ودايما أذينك. ايه، عندك اشتياق وفرحة وهتخش في قلبك الفترة الجاية، في فرحة حلوة جدا هتخش في قلبك، وهيكون عندك فيه نصيب حلو جدا، ده وبفضل ربنا عليك. عندك كمان حد آه حد من برج العقرب هيجي لك ندمان وهيتأسف لك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت شخص تلقائي جدا، بتتعامل بطبيعتك، انت بتحاول تعمل حاجات كتيرة وفي نفس الوقت لا إله إلا الله. عندك في علاقة مع برج الميزان حصل انفصال ومستني الرجوع، هيكون عندك فيه مكالمة بينك وبين الفترة الجاية. لا إله إلا الله رسول الله. انت عندك كذا حاجة تبدأ تتفتح لك الفترة الجاية، في حاجات انت هتحصل عليها. كمان انت والشريك هتبدأ تظبط وهيرجع، وهيكون عندك في امور حلوة جدا بإذن ربنا. عندك كمان لو في حد بعيد عنك، في اشتياق ولهفة وفي رجوع. لا اله الا الله. ليه بتظلم نفسك؟ ليه ظالم نفسك؟ ليه وقعت في نفسك في مشكلة وفي حد وقعك في مشكلة، انت بتحاول ان انت تتخلص منها، بتحاول ان انت تدافع عن نفسك وعن شريك حياتك، والتهمة اللي جت عليك انت بتحاول تدافع عنها وبتحاول ان انت تخرج منها بكل الطرق، بس دايما دايما مظلوم، مظلوم وجاي عليك، وده ناس كتير ظلمتك وجاي عليك رغم ان انت كويس جدا معاهم. انت بتدور على راحة البال ومش لاقيها، بتدور على الاستقرار مش لاقيه، بس ما تقلقش لان انت هيكون عندك راحة البال. في عندك كده حرب الفترة الجاية انت هتعلنها عن الناس، انت هتطلعها من حياتك. في عندك سنين عشتها في عذاب وعشته، في عندك توتر وحيرة، عندك حد بيتدخل في حياتك بطريقة قوية،
بطريقة رهيبة في حياتك. انت عندك صبر 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 ايوب، يعني صبر على حاجات كتيرة جدا، على أذى وظلم. صابر وبتقول انا هفضل اصبر اصبر لغاية ما اجيب اخرها. في حاجات كتيرة عامله لك وقف الحال، وعندك في سحر هو ده اللي مقالب حياتك. في عندك باب مقفول قدامك، بس انت عندك يقين وثقة في الله وحده، ان هو هيغير من حياتك، ان هو هيديك. في عندك خيانة، لا اله الا الله. حصل خيانة من اقرب الناس، خانتك وجيت عليك. في عندك رابط بينك وبين حد، والرابط ده رابط روحاني، حد انت بتحبه جامد. عندك كمان، عندك حرف الميم واليه، وحرف الواو، وحرف الألف، وحرف النون والسين، دول موجودين جوه حياتك. مين الشخص اللي بيطبطب عليك وقت حزنك، وقت تعبك، وقت ما بتلاقي نفسك تعبان؟ بتلاقيه هو بيديك الطاقة الإيجابية. مين؟ انت عندك حد تعبان وانت شايل همه، ربنا يشفي كل مريض. انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم. انت غيرت المكان اللي انت فيه، وناوي تغيره الفترة الجاية كمان. السحر اللي هو عامل لك التعب والعراكيل، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بس انت عندك فيه سحر ومرشوش. في عندك علاقات هترجع من تاني. انت بسم الله ما شاء الله عليك. السحر اللي معمول لك ده من ناس قريبة، مفيش حد ما بيعرفش، محدش يعرف حاجة عن حد وهيعمل له سحر. اللي بيعمل سحر ده بيكون عارف كل تفاصيل حياتك. انت بقالك فترة مقهور، ظلم. والست اللي عندك ديت ست كده، هي وبنتها بتحقد وغيرانة منك، وغيرين بينك بكل الطرق، ومش حابين لك الخير. عامل ممكن تكون من دمك ولحمك، او هم مش حابين لك الخير. العلاقة اللي عندك مع برج القوس، حصل بينك وبينه ايه؟ كملتوا ولا سبتوا بعض ولا عملتوا ايه؟ عندك كمان بسم الله ما شاء الله، عندك فيه طاقة تفكير. انت بتفكر في حاجات كتيرة جدا وعايز تعملها، بس لازم تاخدها واحدة واحدة. ما ينفعش تطلع السلم مرة واحدة. إن- انت هتطلع السلم وهتكون منصور، وهتخطي مشاكل كتيرة في حياتك، بس تبدأ واحدة واحدة. ما تنفعش ان انت تطلع مرة واحدة، هتجري كده ممكن تتعب. لازم تطلع واحدة واحدة. انت بتسامح كتير، ودي مشكلتك ان انت بتسامح. بلاش تسامح اكتر زيادة عن اللزوم. حاول ان انت توقف وتهدي نفسك كده. النفور اللي بينك وبين الشريك ده الفترة الجاية ده هيكون من صلحك، وكمان هيكون عندك فيه تغيير حلو. في ناس كتيرة كده بتنخور، ناس منافقة بوشين. انت بسم الله ما شاء الله عندك حد كده عامل زي الحية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو شخص نرجسي، شخص تعبان. مين الشخص اللي بيضايقك دايما وعايز يستفزك على الفاضية والمليانة؟ هو بكل الطرق عايز يستفزك، بيحب يطلع أسوأ ما فيك، بيحاول يحرق دمك.
بس انت كمان في عندك ربط الأحداث مع بعض الناس اللي موجودة جوه حياتك. ليه عندك ألم في الجسم؟ عندك وجع في جسمك مش طبيعي، وده بسبب السحر. انت وقف الحال اللي عندك ده من الناس القريبة، الناس اللي هي من دمك ولحمك. انت بتدفع تمن طيبة القلب. خلي بالك السحر مسيطر عليك وعلى اللي حواليك، ومسيطر على حياتك. العلاقة اللي معاك مع برج الجدي دي، في علاقة هتبدأ تتفتح من ليك تاني. في عندك اتصال انت مستنيه، وعندك فيه لهفة واشتياق ليه. انت دايما بتبني مستقبلك. بلاش تظلم نفسك بنفسك بسبب القرارات اللي مبتكونش صح. انت بتحاول تحارب الفترة دي والخلافات وحاجات كتيرة في حياتك. في حاجات كتيرة ظلمتك، وفي حاجات تعباك، بس انت بتحاول تطلع من اللي انت فيه. انت حاسس بالقهر والظلم من الناس القريبة من حياتك، حاسس بالظلم الناس اللي جوه حياتك. حاول ان انت تقف على الارض صلبة، عشان خاطر انت عندك في انتصار ليك. لا اله الا الله محمد رسول الله. حط اللايك. انت حاسس بالغربة، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان مفيش حد معاك، رغم ان انت هيكون عندك فيه اخبار حلوة. عندك عندك بعض التقلبات اللي بتبقى واقفة قدامك، اللي بتخليك ترجع لورا. في عندك شخص بيحبك وبيحاول يقرب منك وبيحاول يساعدك، بس انت من كتر الصدمات وكتر الغدر اللي انت وقع عليك من المقربين ما بقتش ليك نفس لأي حاجة. ودايما بتحب الحياة وبتحب ان انت تعيشها، وبتحب ان انت تتخلص من كل التوتر ومن كل الحيرة. بتحاول دايما تقف على الأرض الصلبة، بس دايما بتتعرض للخيانة، دايما بتتعرض للغدر. وانت دايما بتسامح وبتدفع انت السما. انت ما شاء الله عليك، عندك في امور هيكون فيها طاقة ايجابية. كمان عندك في بشرة جايالك خلال الفترة الجاية. البشرة دي هيكون تحقيق هدف، تحقيق أمنية، والله أعلى وأعلم باللي انت نفسك كنت تحققه. عندك في جبر خاطر ليك. ما تزعلش أبدا على الفترة اللي عدت في حياتك. في فيها كان شوية تعب وتقلبات. هيكون عندك في تحسين، وهيكون عندك كمان أمورك هتتظبط. بس لازم تخلي بالك من المقربين اللي هم بيراقبوك، اللي دايما بيراقبوك وحاطينك كده في بالهم. بلاش تتعصب وبلاش تضايق نفسك. حاول تهدي من نفسك من أعصابك، وأمورك هتتحسن. بس لازم تخلي بالك اللي بيراقبك واللي عايز يوقعك واللي مستني أصلا وقوعك. خلي بالك من كل اللي حواليك. ايه اللي ايه اللي سرق منك او ضاع منك؟ انت هتخش في طاقة ايجابية، لان مش هيكون عندك في رجوع حق. انت هتعوض اللي راح منك، وده بفضل ربنا. شوف ايه اللي ضاع منك وهتعوضه الفترة الجاية. هيكون عندك طاقة ايجابية. حاسس ان انت عندك التوتر هو ملخبط حياتك، فانا مش عايزك تبقى كده. انت ايام السعادة قريبة منك، ايام الخير قريبة منك، فانت ملاش توتر نفسك بنفسك. عندك في طاقة تفكير قوية. في عندك امور هتبدأ تحلم بيها من جديد، وامور هتبدأ تظبطها في حياتك الفترة الجاية. لا اله الا الله. انت الفترة دي